وادي عام. ايه يا في ايه يا يا ابني تعالى هنا. انتوا نايمين ليه دلوقتي؟ انت عايزين اقوم امتى يعني؟ هو ينفع النوم بتاعكوا ده؟ يعني انت جاي ضيف تنام عند الناس للعصر وبعد العصر؟ ما هي اجازه يا اجازه يا ابني، قوم اقعد مع الناس. مراتك نايمه لايه؟ قول لي كده. هي نايمه متاخر. ما تقوم تجي اصفطها لي الناس اللي بتخبز في الفرن ده. الساعه كام يما الساعه كام؟ عايزين اصحى الساعه 6 ايوه. طب ما هنعمل ايه؟ ما الناس هنا بتصحى بدري واحنا في البيت عندنا بننام للعصر. ازاي انا تقوم تخبز؟ هي بتعرف تخبز تقوم تتعلم منهم. تتعلم؟ تعمل اي حاجه، تنظف البيت على ما هم يخلصوا خبيث. انا مش هقدر اصحيها دلوقتي كده تتعلم منهم من الشطاره، تقوم بدري وتنام بدري بدل ما هي بتقوم لك العصر. شوف النسوان هنا زي الصاروخ، بيقوموا يعملوا شغلتهم بدري من الساعه 7 الصبح. ماشي. ويعملوا اكلتهم بدري ويتغدوا بدري ويقعدوا بقيه العصريه بدري، يبقى قاعدين حلوين كده. طب وهي اثرت في ايه يعني؟ مراتك بتنام لي بعد العصر. ما احنا جايين اجازه اجازه يعني تنام عند الناس يعني؟ ولا الاجازه بتبقى في بيتك؟ يعني جايه هي عشان تقعد تتعب نفسها وتعمل الكلام ده كله، ما تعرفش الشطة تخبز ولا تعمل الكلام ده. هو ايه يعني؟ ده شطاره ليه؟ ده شطاره ليها وحلو ليها يعني. انا مش هقدر اصحيها الساعه 6 الا ربع. انت اصلا خايف منها. قوم صحاها يا ابني. مش هينفع اتعبها كده عشان تشوف النعمه اللي هي عايشه فيها في مصر، مش حاسه بيها. عشان تشوف النعمه اللي انت عاملها لي. يعني انا جايبها اجازه عشان اعذبها؟ هو انت كده بتعذبها؟ امال انت قصدك ايه؟ ما انت كده ما بتعذبهاش. اعذبها عشان تشوف في مصر ان هي تشوف النسوان هنا بيعملوا ايه. كل بلد وليها. تتعود تقوم من بدري، تفطر عيالها بدري وتفطر بدري وتخلص شغلها بدري وتطبخ وتخلص طبيخ بدري. تيجي من شغلك تلاقي اكلك جاه. هنيها ومستتها ومخليها يعني بتنام براحتها وتقوم براحتها. تشوف النسوان تتعلم منهم. طب يا خلاص. وغسيل في الاوتوماتيك بعدين. انما هنا بيغسلوا على الغساله العاديه. بعدين هبقول لها بكره كده. يعني هي في نعيم. ماشي. بكره كده هبقول لها انك تصحي بدري وتعملي معاهم اي حاجه. يا ابني هو صحيها الوقت. مش هينفع، ده لسه نايمه من ساعتين كده ولو دخلت جوه يحصل مشكله. طب والناس انت عايزانا نتخانق؟ والناس اللي تعبانه ديت خش. ده انت كسفتني انت ومراتك يا اخي. يا ريتني ما جبتك معايا ولا خدتك معايا.